أنواع الصحاب في حياتنا 4 أنواع. تعال أقولك عليهم علشان تاخد بالك وانت بتتعامل. الصحاب في حياتنا 4 أنواع، لازم تكون عارف تفرق بينهم ومركز كويس قوي وانت بتتعامل علشان ما يجيش عليك يوم وتتفاجئ وتقعد تندب حظك في كل اللي حواليك. أول نوع من الصحاب هتلاقيه دمه خفيف وسايبها على الله، وقلبه أبيض وطيب وإنسان حساس، ودايما تلاقيه يحس بفرحك ويشاركك فيه، ويحس بزعلك وبرضه يشاركك فيه، حتى لو على حساب نفسه، وحتى لو هيخسر حاجة هو بيحبها أو هيكسب منها ملايين. خلي بالك، اللي زي ده لازم تحافظ عليه وتتمسك بيه وتمسك فيه بإيدك واسنانك. تاني نوع بقى من الصحاب هتلاقيه زي ده، وده بقى بتاع الشدايد والمواقف الكبيرة. هو صاحبك اللي دايما يكبر بيك لأنه هو الكبير. ده بقى صاحبك اللي هتلاقيه بيخاف عليك ودايما بجد في ظهرك مهما عملت، راسي كده في نفسه ورايق وحبوب، ووقت الجد سند وظهر. تالت نوع بقى هتلاقيه حبيبك، ده صاحبك اللي ممكن يخليك تحبه أكتر من الاتنين الأولانيين، لكن فجأة وبدون أي مقدمات ممكن يتغير عليك لو مصلحته اتعارضت مع مصلحتك. خد بالك، ويروح يطبل لغيرك علشان ياخد المصلحة دي. ممكن جدا يهدك ويشيلك من جذورك ويمحيك من المكان، حتى لو انت اللي زرعه في المكان ده. ده اللي بقى بيقولوا عليه ممكن يبيع أبوه علشان القرش. ده اللي ممكن بجد يلفق لك أي حاجة لو حس إنك هتبوظ عليه المصلحة، حتى لو كنت لسه متعشي أو متغدي معاه. نيجي بقى للصاحب الرابع. هو الصاحب اللي بيبقى معاك في كل المناسبات وتحس إنه سند، لكن تاخد الخبطة اللي بجد تتفاجئ على مرور الزمن إنه كان معاك بس لأنه مستني وقعتك بفارغ الصبر علشان بس ياخد مكانك. ده بجد وحقيقي وحصل في حياة كل حد فينا، وممكن جدا يتعامل عادي مع اللي قطع عيشك وما عندوش أي مشكلة في كده، وممكن تاني يوم يقابلك ويضحك كويس جدا في وشك عادي ولا كأنه عمل أي حاجة. في مثل لطيف كده بينطبق على الصاحب اللي من النوع ده: حب واري واكره وداري. اسمع مني، هما دول ال4 أنواع من الصحاب، فياريت ناخد بالنا واحنا ماشيين في السكة علشان ما نتفاجئش بأي موقف ممكن يحصل. وياريت تكون الرسالة وصلت. منشن لصاحبك في التعليقات الصاحب اللي بجد. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.